هنا يقع مبنى تلمسان الحكومي. توالى على تلمسان 8 إمبراطوريات إسلامية صغيرة إلى أن استعمرها الإسبان. مع ذلك صمدت آثار قصر ميكور بوجه عامل الزمن إلى أن دمرت بنيتها خلال الغزو الفرنسي. في هذه الحجرة كانت تسك النقود أثناء حكم إمبراطورية المارين المغربية الأصل. في هذه الحجرة كانت تسك النقود أثناء حكم إمبراطورية المارين المغربية الأصل. لقد سيطروا على تلمسان في القرن الرابع عشر. اليوم البقايا المعمارية تعطي للزائرين لمحة خاطفة عن مدى عظمة هذا القصر في الأيام الماضية. ومع ذلك فماضيه كان عنيفا. لقد عانى قصر ميكور من عمليات تخريبية ضخمة بسبب الصدام الذي دار بين إمبراطورية مارين والزيناتا التي حاولت السيطرة على المدينة. مجمع العباد هذا اللي شيدوه مارينيون كي جاو لهنا في الحصار الثاني حوالي 1339 بناو لنا القصر. ابو الحسن الماريني بنى القصر نتاعو وبنى الجامع حوالي 1339 وبنى لنا المدرسه وعمل الضريح نتاع سيدي بومدين شوعي. اول مدرسه اسلاميه على النمط الاسلامي عملوها الموحدين. صحيح الموحدين هما اللي كانت عندهم الفكره باش يعملوا المدارس، كانوا شغوفين بالعلم. من بعد المارينيين هما الزوجين اللي بداو في المدارس يخدموا. كنا مقسمين الحفصيون في تونس نورمالمون دوك تقراو عليهم، والمارينيون اللي نحكي لك عليهم كل خطره في المروك في المغرب. صحيح هذه هي المدرسه الشابه بزاف على النمط المغربي الاسلامي، والمارينيون بناو هذه المدرسه. هذا الباب هي من أجمل الأبواب في مدينة تلمسان، شيدها المارينيون، وهي باب المسجد الماريني اللي شيدوه أبو الحسن الماريني حوالي 1339، وهي من أجمل الأبواب، هي من الخشب الخالص مغلفة بالبرونز.